السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأهلاوية. طبعا الأهلي امبارح كان بيلعب المباراة الخامسة له مع ميدياما في بطولة أفريقيا، والحمد لله الأهلي فاز 1-0 وتصدر المجموعة. والنهاردة كان الماتش التاني اللي كان مترتب عليه الصعود بقى، مين هيبقى تاني وممكن مين والكلام ده كله. طبعا كان بين شباب بلوزداد ويانج افريكا. طبعا النتيجه بتاعت النهارده صادمه جدا جدا جدا، ان يانج افريكانز يفوز 4-0 على شباب بلوزداد اللي كان عامل السنه اللي فاتت بطوله رائعه. ولكن بطوله افريقيا لاصحاب النفس الطويل وللناس اللي بتعرف تلعب افريقيا. ليه بقول الكلام ده؟ علشان خاطر اللي حصل النهارده مع فريق الطموح وخروجه من دوري المجموعات بفضيحه كالمعتاد، يعني كالمعتاد. ولكن برضو الخروج دوت حاجه مش جديده على بيراميدز، ولكن التصريحات اللي كان بيقولها هاني سعيد هي ديت اللي تخلي الناس كلها اكتر ما هي كانت فرحانه او شمتانه في بيراميدز، لا تفرح زياده، تشمت اكتر واكتر واكتر. ليه؟ طبعا لان طبعا التصريحات اللي كان بيقولها هاني سعيد بيه يكون قريب حد ولا حاجه. البطولات القادمه بتاعت بيراميدز وكل البطولات الجايه بتاعتنا، حتى قال كده قبل مباراه السوبر، قبل بطوله السوبر اللي خسروا فيها. ولكن برضو النهارده كل الفيديو ولكن هيبقى هسميه العلم ولكن. المهم ان بيراميدز اللي مريح، مش زي الاهلي اللي كان مدعوك يلعب دوري وراح سافر عشان يلعب كاس عالم الانديه، وما كانش عاجبهم ان الاهلي واخد ثالث عالم للعام الثالث على التوالي، الحمد لله. يعني ما كانش عاجبهم. انا كان نفسي بيراميدز يكمل علشان خاطر حاجه واحده بس، ونفسي فيوتشر والزمالك يكملوا علشان خاطر حاجه واحده بس: المباريات المتاجله اللي كانوا بيتكلموا عنها السنه اللي فاتت للاهلي. ليه الاهلي بيتاجله؟ خلي بالك ان بيراميدز، فيوتشر والزمالك متاجل لهم. الزمالك اتاجل له ماتش لغايه دلوقتي ما حدش عارف هو اتاجل له ليه، اللي هو بتاع فاركو، كنت اتكلمت عليه في فيديو قبل كده. ما حدش عارف الماتش ده اتاجل ليه، ووقته ما كانش فيه اي بطوله للزمالك ولا اي بطوله لفاركو زي ما انا قلت برضه. فانا كان نفسي يكملوا علشان خاطر المدعكه اللي انا بقول عليها، اللي هي الاهلي بيلعب في البطوله دي وبعدين يخرج يلعب دوري وبعدين يرجع يلعب كاس وبعدين يخش يلعب افريقيا تاني وبعدين يسافر وبعدين يجي وبعدين يحط وبعدين اللفه اللي عارفها الاهلاويه وعارفاها اللعيبه الاهلاويه والجماهير الاهلاويه. لكن الفرق اللي هي لسه جديده في الموضوع دوت، والفرق اللي بتتريق على الاهلي، والفرق اللي مش عارفه ايه الاهلي وصل ازاي كده، ويقول لك التحكيم والمش عارف ايه، والحكام واقفه، حكام افريقيا واقفه مع الاهلي، وحكام الحكام بتاعه الاتحاد الدولي واقفه مع الاهلي، عشان كده هو بياخد ثالث عالم كل شويه. الكلام اللي هو اللا معقول زي ما بيقولوا. الحمد لله الاهلي ضامن الصعود، ولكن مباراته مع يانج افريكا القادمه، يانج افريكانز، هتحدد مين اول مجموعه ومين تاني مجموعه فقط لا غير. وباقي الماتش ما بقاش له اي قيمه. الاهلي يكفيه التعادل علشان يتصدر المجموعه، ويانج افريكانز يكفيه التعادل علشان خاطر يضمن الصعود تاني، حتى لو فاز شباب بلوزداد على ميدياما. باقي المجاميع فيها شويه ايه او تركتين بس في مجموعه الترجي والنجم، لان الماتش المفروض لسه شغال دلوقتي، معرفش النتيجه بتاعته هتخلص كام، لان الماتش دوت برضو المجموعه بتاعته هترتب عليها حاجات كتيره حسب نتيجه الماتش دوت. في النهايه احب اقول لكل اللي بيشككوا في الاهلي وفي مصداقيه بطولات الاهلي، احب اقول لهم ان الحمد لله ان الاهلي كل البطولات اللي بيجيبها ما حدش يقدر يتكلم فيها، وانتوا جربتوا مش عارفين تعملوا اي حاجه، ومعاكم فلوس ومستريحين
والحمد لله الحمد لله على نعمه الاهلي. والف الف مبروك الاهلاويه، وعقبال ما نبارك ان شاء الله بعد ما ناخد البطوله. تصبحوا على الف خير.